مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة جدا وسريعة جدا. يلا بينا على طول نبدأ في الوصفة. المقادير معايا 2 بتنجانة ونص فلفل أصفر وفلفل أحمر وبصلاية صغيرة والاتنين بتنجان. هنقطع البصلاية مكعبات صغيرة وهنقطع الفلفل مكعبات صغيرة خالص بالشكل ده. لازم تكون رفيعة جدا كده. هقطعهم بقى كلهم بالشكل ده. انا مقطعتش النص قرن الفلفل الاصفر كله عشان كبير، فقطعت ربعه كفايه جدا، والبصلايه صغيره متقطعه مكعبات صغيره بالشكل ده، والفلفل الاحمر. بروح عند البوتاجاز، انا حطيت البتنجان كده على البوتاجاز اشويه. بنوطي عيون البوتاجاز على نار هاديه خالص، وابتدي احط البتنجان كده من على الوش من فوق العين كده، واقلبه بالشكل ده كده. عما يتشوي معانا بقى بنكمل بقى الوصفة. بجيب طاسة احط فيها معلقة من الزيت او معلقتين، حاجة بسيطة خالص من الزيت. وبعدين بنزل بالبصلاية واقلب فيها لحد ما ريحة البصلة تطلع وتدبل. برجع اقلب البتنجان كده. البصلة دبلت معانا، بنزل على طول بالفلفل الالوان واقلب. بديله تشويحة كده الفلفل، وبعدين بنزل بالملح، شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود، واقلبهم كده. تمام، خلصت معانا. وكمان البتنجان معانا استوى كده، وبندوس عليه بنشوف لان استوى. هشيله كده خلاص. بعدين بقى بقشره هقشره كده وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. بعد ما قشرته كده حطيته في طبق وابتديت اهرسه. وبعدين بجيب بقى الخلطة بتاعتي واحطها، هحط جزء منها كده، وبعدين بحط شوية من الكمون ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم وشوية من الكزبرة مفرومين، واقلبهم. بحط بقى الخلطة واقلبهم كويس جدا. وبحط نص ليمونة، بعصر نص ليمونة كده. الوصفة تمام جدا. لو حابة تحطي معلقتين زيت زيتون من على الوش فمفيش مشكلة حطي، مش حابة اي زيوت فيها فكده تمام جدا. وصفة سهلة وبسيطة جدا وسريعة. اتمنى الوصفة تعجبكم. باي باي في فيديو جديد.